هلو معاكم هدير نجيب، لايف كوتش، يوجا انستراكتور، سول دانسر اند ديتوكس كونسلتنت. شفتوا رجعنا لكم بسرعه الصاروخ في دهب. وهرجع لكم في القاهره بسرعه الصاروخ برضه. التنقل حلو، يعني لما بتتنقل من مكان لمكان بيعلمك انك تبقى مرن، نفسيتك تبقى مرنه، تتأقلم على اي مكان، تشعر بالاستقرار بسرعة، لأنه لما بتتنقل كذا مكان بتفقد الاستقرار في الأول، فهو محتاج إن أنت تمرن عقلك إن أنت تأكتف الاستقرار وتأكتف التأقلم على أيا كان المكان اللي أنت فيه. فالتنقل حلو، يعني بيعلم حاجات كتير. جاي أكلمك عن جزء مهم جدا في العلاقات وهو شعور الأمان، واتكلمت عن مشاعر الأمان في اللايف اللي موجود على انستجرام، ممكن برضو تبقوا تسمعوه. بس النهارده جاي أكلمك من برسبكتيف مهم جدا، وهحكي لك قصة ممكن توضح لك الحتة بتاعة الأمان. تعلم نفسك الأمان ازاي. أول حاجة محتاج ترجع بعقلك ازاي تحس شعور الأمان من السورس أو من المصدر الأساسي الأول بتاع المشاعر كلها، وهو ربنا سبحانه وتعالى. كلنا عارفين كده، يعني كلنا عارفين انه ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيدينا كل حاجه في الدنيا، كل حاجه الله المسؤول عنها. بس يا هدير انت بتتكلمي عن حته كلنا عارفينها بس مش عارفين ازاي فعلا نكتفها. انا لما اجي اكتف شعور الامان محتاج ابدا اشوف فايل التعلق. انا عندي تعلق بشيء، هل انا متعلق بوجود الناس حواليا؟ هل انا خايف من الوحده مثلا فبمسك في كل حاجه؟ هل انا بسند على حاجات كتير عشان احس بالامان؟ دي اول نقطه لازم اناقشها مع نفسي. لازم افهم انا ماسك في ايه، وهل اصلا ان انا يعني بعود نفسي ان انا امسك في حاجات كتير عشان احس بالامان ولا لا. ده اول نقطه لازم اعالجها. تاني نقطه لازم اعالجها ان انا ابدا افصل اي شعور عن اي بني ادم. لو انا مثلا عايز احس بالحب افصله عن البني ادمين، لو انا عايز احس بالسعاده افصله عن البني ادمين، لو انا عايزه احس بالونس افصله عن البني ادمين. النهارده مثال بسيط حصل معايا. طبعا باين ان انا واخده تانو في البحر. وانا كنت قاعده على البحر ركزت انه طبعا انا بقعد اعمل مديتيشن وببقى بحاول اهدي نفسي طول الوقت، واقعد اكلم نفسي واظبط نفسي واظبط امور، لانه بعد الوعي ساعات بيحصل لك اوفر ثينكينج، فبحاول اظبط دماغي ان انا اكون هاديه معظم الوقت. انا من النوع اللي عندي مشكله مع الحشرات جدا. وانا صغيره اختي حصل لها مشكله من صرصار بيطير، فقعدت تصوت قدامي بشكل عالي، فانا طبعا خفت جدا وشفت المنظر عليها، فبقى بقيت بخاف جدا من الحشرات. ف لاحظت نفسي لما ببقى موجوده في اماكن يعني بتساعدني ان انا اعمل هيلينج او بتساعدني ان انا اكون هاديه، ببدا ارياكت لاي موقف في مثلا لو شفت حشره او حاجه ببدا ارياكت اهدى. يعني لو انا مش رايقه وجي قدامي مثلا صرصار او اي حاجه ببدا ببانك وبجري، وبتلاقي جسمي كله ستريسد كده وتنشن، مبقاش مرتاحه خالص، وبتلاقيني بعمل حاجات غريبه. وانا قاعده على البحر لما ركزت ان انا اعمل مديتيشن لقيت حشره واقفه على رجلي. في العادي لو ده حصل ممكن اتنفض، ففي اللحظه دي هديت وما قتلتهاش. انا ساعات بقتلهم من كتر خوفي، بقتلهم بشكل اللي هو بقعد استغفر ربنا ان انا بقتله عشان ببقى خايفه. بقول حديث كده ممكن اقوله لك، بقول ربنا ما خلقت هذا باطلا، ربنا فقنا عذاب النار، عشان بيبقوا صعبانين عليا بس انا ببقى خايفه جدا فبقتلهم. المهم ان هي جت على رجلي، فلما شفتها على رجلي كنت هاديه جدا، ما قتلتهاش ومسكتها ورحت منزلها من على رجلي بكل بساطه ان هي تكمل حياتها. في العادي بتنفض. فبقول لك حل في الحته دي او في الجزئيه دي ان انت ساعد نفسك بان انت تبقى في اماكن مريحك نفسيا، بتساعدك على ان انت تمديتيت، بتساعدك على ان انت تعمل هيلينج. لو انت ما بتعملش ثيرابي بتساعدك على ان انت تعمل هيلينج لنفسك مع نفسك على قد ما تقدر، عشان ترياكت للحاجات اللي بتتريجر عدم الامان عندك بشكل اهدى. فلو انت في حاجات في حياتك محسساك، طبيعي بيجي لنا اختبارات محسساك بعدم الامان، طاقة الاماكن بتساعدك ان انت تبقى اهدى. فوجد نفسك في اماكن بتساعدك على ان انت تبقى ريلاكس. بس انا استاهل ان انا اعيش في مكان يكون مريح لي بالي عشان ابدع. عشان تبدع لازم ما تشغلش بالك بالمكان ولا تشغل بالك بالناس وتبقى في حته تانية مع دماغك. المهم ان انا بقولك ان المكان هيساعدك جدا ان انت لو عندك حته فيها عدم امان ترياكت ليها بشكل اهدى.
طيب ازاي ده بيظهر في العلاقات؟ لو انت شخص عندك عدم امان، هتبدا تدخل في علاقات يا اما بتحسسك بعدم الامان اكتر وتريجر عدم الامان عندك، يا اما انت يبقى عندك سلوك ان انت تفضل تبتز البني ادمين، او تدخل في علاقه انت تفضل تسيطر على الشخص اللي قدامك عشان تحس بالامان، عشان تحس انه الشخص ده يمكن يمشي، او هتدخل في علاقه تفضل تعمل فيها عطاء كبير عشان خاطر الشخص ده يشوف عطائك ويشبع منه وما يشوفش غيره. كل الابعاد دي او كل النوايا دي في العطاء او في ان انا ادخل علاقه لازم هتبوظ الموضوع، او هتبوظ الاستمراريه، او هتبوظ الراحه اللي انت عايز تشعر بيها. الرساله ان انت تتعلم ما تستكترش على نفسك اي حاجه حد بيديها لك. يعني لو بيحاول يشبعك بالعطاء بتاعه عادي، هو ده الطبيعي اصلا. هو انا ليه استكتر ده على نفسي؟ حلو، الدنيا اديتهوني، مش انت اللي مديهوني، هو ربنا اللي مديهوني. فما تستكترش على نفسك. اتعلم ان انا ما اتهزش بالكتير او بالقليل من اللي قدامي. انا اصلا مكفي نفسي وانا فول، فانا اللي انت بتديهوني ده مش هيخليني انبهر ولا اتهز. اتعلم ان انا دايما اشوف نفسي في العلاقه انا كل حاجه هي اللي بتدور من حواليا، مش انا اللي بدور حوالين اللي قدامي. يعني تخيل كده، لو انت ده خليك متخيل انه في دايره حواليك هي بتلف على اساسك انت، مش انت اللي بتلف حوالين دايره. فاهم قصدي؟ فلما بشوف ده بحس ان انا سنتر كل حاجه، انا المتحكم في كل حاجه. ركزت على الحاجات اللي بقولها لك، صدقني هتفرق معاك جدا في الحاجات اللي ممكن تقع فيها في التوبيك بتاع عدم الامان او الايشو بتاع عدم الامان، سواء على الشخص اللي قدامك او عندك انت. فحاول تتصالح مع اي نسخه قديمه كانت عندك فيها عدم امان. حاول تتصالح مع نفسك لو انت دلوقتي عندك عدم امان وتشتغل عليه. حاول ما تنتقدش حد عنده عدم امان. الثلاثه دول مش هيوقعوك مع شخص عنده عدم امان. ولو انت اوريدي عندك عدم امان وانت اللي بتمارسه مع الاخرين، ابدا زي ما قلت لك، خلي طاقه الاماكن تساعدك، اعمل هيلينج لنفسك. والاحسن انك تروح لمتخصص او تعمل ثيرابي عشان تساعد نفسك اكتر. وكل البروسيس دي صدقني هتنتهي، مش هتفضل مستمر في حته عدم الامان، مش هتفضل تجذب اشخاص عندهم عدم امان. دي تجربه بتعلمك حاجات كتير قوي وبتنقلك لمراحل كتير قوي احلى واحلى واحلى. صدقني بقولك كده مش عشان يعني مش عشان انا عارفه ده، لا، عشان انا جربت ده. فيا رب يكون الفيديو فادك. ولو احتجت اي مساعده في اي كورس او اي سيشن، هتلاقي موجود هنا في البايو رقم ممكن تتواصل معاهم، يبعتولك على طول ويوصلوك بيا. اشوفك في فيديو تاني. باي باي.